يا ترى ازاي ممكن ندخر ونوازن مصاريفنا في ظل التضخم اللي بيوصل الاسعار للسما؟ النهارده هنتكلم عن موضوع بيقلق كل ست بيت مصريه، وهنجيب لكم نصائح عمليه تقدري تبداي تطبقيها من النهارده، سواء كنت طالبه او ام عامله او حتى لو مرتبك محدود. الخطوه الاولى والاهم تتبع المصروفات. اول حاجه، مفيش ادخار من غير وعي بالمصروفات. لو مرتبك 5000 او 10000 لازم تعرفي انت بتصرفي فلوسك على ايه بالظبط، وده ممكن عن طريق تطبيقات مجانيه زي ماني مانجر، او اكتبي كل مصروفاتك وكل جنيه صرفتيه في دفتر وراجعي المصروفات كل اسبوع، والبند اللي تلاقيه مش مهم علمي عليه علشان تاخدي بالك وانت بتشتري المره الجايه. الخطوه الثانيه تقسيم الدخل. قسمي دخلك شهريا 50% للضروريات، 30% للرغبات، 20% للادخار او سداد ديون، وكل ما تجمعي مبلغ اشتري سبيكه ذهب حتى لو نص جرام. وده مثال مناسب لو دخلك 5000 او حتى 20000، ولو اتبعت النظام ده هتقللي مصروفاتك بنسبه 20% كل شهر. اكتبوا لنا في كومنت بتدخروا كام في المية كل شهر. الخطوه الثالثه الاولويات. اولا، هو ايه الفرق بين الرغبات والحاجات؟ الحاجات اكل وشرب وايجار وتعليم، حاجات اساسيه ما ينفعش نستغنى عنها. الرغبات خروجات، رحلات، فسح، تغيير موبايل، شراء اي حاجه نفسك فيها لكنها مش ضروريه. الخطوه الرابعه توفير في المطبخ. ازاي تشتري بذكاء؟ اكبر جزء من مصروف البيت بيروح على الاكل، فايه الحل؟ اشتري بالجمله او في العروض من الهايبر ماركت، وخدي بالك لازم تعرفي الاسعار قبل ما تشتري علشان في عروض وهميه. استغلي العروض الاسبوعيه في السوبر ماركت، لكن خدي بالك ما تشتريش الا اللي مكتوب في قائمه مشتريات. تبديل البروتين الغالي بالعدس او الفاصوليا مرة أو مرتين في الأسبوع. اكتبوا لنا في التعليقات نصائحكم لتوفير أكتر. الخطوة الرابعة توفير الفواتير. فواتير المنزل ممكن تقلل ضغطك المالي، لكن مع خطوات بسيطة. استبدلي اللمبات العادية بلمبات ليد توفر 80% من الكهرباء. قللي من الأجهزة الكهربائية دي بالذات على قد ما تقدري، الكاتل، السخان، المكوى، فرن الكهرباء. خصصي يوم في الشهر لمراجعة الفواتير مع العائلة، واعملي تحدي منافسة التوفير بين أفراد البيت. لو لسه ما عملتيش لايك اعملي لايك علشان تشجعينا. الخطوة الخامسة ازاي تزودي دخلك. الادخار مش معناه حرمان، لكن ممكن نبحث عن فرص زيادة الدخل. اشتغلي فريلانسر في مجالك او اتعلمي مهارة جديدة زي الكتابة، التصميم، تعليم اونلاين. انضمي الماي واي وتعلمي التسويق للمنتجات وزيادة الدخل من البيت، وكمان هتستفيدي بخصم يوصل ل 50% على المنتجات. هسيب لكم رابط تسجيل في وصف الفيديو. لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تعملوا شير علشان تفيدوا غيركم. الادخار في الزمن الصعب ده مش مستحيل، لكن بيتطلب وعي وخطوات صغيرة تبدأي بيها النهارده. ما تحبطيش لو جربتي ومش كل الحاجات نجحت، المهم تستمري. قولي في الكومنتات ايه التحدي اللي واجهك في الادخار وهنرد عليك بنصائح اضافيه. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه علشان نوصل ل 1000 مشترك قريب ان شاء الله. السلام عليكم.